نهاركم سعيد. أنا محي الدين غريب، مهندس وكاتب عايش في الدنمارك من أصل مصري. هتكلم النهاردة عن الأحداث الأخيرة اللي هي قلبت جميع أنظمة العالم بدون استثناء رأسا على عقب. الموضوع النهاردة بعنوان متلازمة براكش أو براكش سندروم. الأسابيع القليلة اللي فات حصلت فيها أسوأ انتصارات في التاريخ بدون مبالغة. فانتصر الإرهاب في سوريا وغزة، وانتصرت الديكتاتورية في الدنمارك والنرويج وأيرلندا، وانتصر الدين السياسي واغتصاب الأراضي بقوة السلاح مع عودة الرئيس ترامب. المجتمع العالمي اللي احنا عايشين فيه تردد فيه قيم كتيرة لدرجة إن التهديد بقوة السلاح والردع والاحتلال أصبحوا وسيلة لاغتصاب الأراضي، وكمان الإرهاب أصبح وسيلة لتحرير الأمم. والإرهابيون دلوقتي بقوا أبطال بيتفاوضوا مع رؤساء الدول وبيعتلوا المناصب، وأصبح حتى إعلاء المصالح الخاصة مقابل تشجيع الأنظمة الديكتاتورية على حساب المبادئ الديمقراطية أصبح أمر واقع برضو. وأصبح تدخل الدين في السياسة مبدأ هام، والدول هتبتدي تقلده يعني. تقاعس تخاذل المجتمع العالمي أمام الكثير من الأحداث المصيرية في العالم اللي بتحصل أدى وسيؤدي إلى المزيد من المآسي للأسف. التقاعس هنا بمعنى الإغفال والتغاضي المتعمد عن المبادئ الأساسية في الحياة. التقاعس بيفضحوا نباح براكش، المثل المعروف، والمجتمع ماشي زي ما يكون ساحب وراء ضميره على صورة الكلبة براكش اللي نباحها بيفضحوا وبيحذروا كل مرة بيتقاعس. تقاعس المجتمع العالمي أصبح بلاء من نوع متلازمة براكش أو براكش سندروم. تقاعس المجتمع مثلا في حرب بتاع أوكرانيا، بس علشان هي عاوزة تقرر مصيرها بأنها عاوزة تنضم لحلف الناتو، أو أنها عاوزة تتحول إلى نظام ديمقراطي. قلبت الدنيا وطبعا جرت عليها حرب، وتقاعس المجتمع وهو شايف أنه اعتداء دولة كبيرة زي روسيا على أوكرانيا وبيغتصب أجزاء من أراضيها بقوة السلاح. وبقى أمر واقع ما حدش يعني عامل فيه مشكلة أوي. ويمكن كمان يبقى مثل يحتذى به الدول التانية للأسف يعني. وكأننا بنطبق قوانين الغاب يعني واحنا في القرن 21. اللي أنا أعرفه متأكد منه إنه أوروبا وهي بتحارب مع أوكرانيا ضد روسيا، هي بتحارب للحفاظ على قيمها ومكاسبها الديمقراطية والاشتراكية اللي هي حربت عقود وعقود من أجلها. ترامب اللي هو بيتهم رئيس أوكرانيا بأنه هو ديكتاتور غفل أو تغافل أنه دول الاتحاد، وهي بالطبع الدول الأكثر ديمقراطية في العالم، بتشترط شروط قاسية جدا متشددة جدا لأن يبقى فيه بروسيس للتحول الديمقراطي لأي دولة عاوزة تنضم لعضويتها الاتحاد الأوروبي أو للناتو يعني. وزي ما احنا شايفين دلوقتي ابتدى التسابق على التسليح، أصبح على قدم وساق. ما حصلش قبل كده إن
نسبة تزيد عن 2%، زي ما أوروبا دلوقتي مضطرية ترفع من 2% ل5%، زي ما طلب ترامب منها. وطبعا بيع السلاح معروف ان المستفيد منه الاول هو امريكا، وللاسف اوروبا وقعت في الفخ، والله اعلم المشكله اللي حاصله حاليا ما مش عارفين لسه الخروج منها هيبقى ازاي. بالطبيعي انه اوكرانيا مش هتقدر تكمل حرب من غير السلاح الامريكي. ويمكن ده الافضل ان هي تجمد الحرب، وان هي الافضل ان هي تلجأ لتحرير اراضيها بحرب استنزاف وحرب عصابات وحاجات زي كده. تقاعس آخر كمان حصل في الأسابيع اللي فاتت دي، بالتحديد في ديسمبر 2024. بيتقاعس المجتمع العالمي ويوافق إن دول ديمقراطية، ومن بينها للأسف الدنمارك، إن هي تستقبل الدكتاتور اللي هو رئيس السيسي، دكتاتور مصر، بتستقبله استقبال ملكي، وكمان بتمنحه وسام الدولة. وطبعا ما بتخجلش وهي بتقول ان الحجة بتاعت المصلحة العامة، ان علشان مصر موقعها استراتيجي لازم يعني نفوت لها، وان هي كمان هتساعدنا في منع الهجرة من أوروبا وتأمين السفن في قناة السويس. طبعا كلها حجج ما ترقاش إن هي أو ما ينفعش إن هي تبقى على حساب المبادئ الأساسية بتاعت الديمقراطية. طبعا المجتمع العالمي غفل عن حماية الديمقراطية ولم ينتبه لنباح براكش، فعاد السيسي إلى مصر بطل يفتخر به ويحتذى به، تحتذي به الدول اللي شبهه. رجع وهو معاه ضوء أخضر لمزيد من التعذيب والقمع وللمعارضة طبعا يعني. ولكن للحق يقال كمان أنه جميع الصحف والتلفزيون الدنماركي استهلت عناوينها باستنكارها لزيارة الدكتاتور لمصر، واستنكارها لأنه هو يتقلد قلادة ملك الدنمارك. وبتؤكد الصحف أن زيارته كشفت عن معارضة كبيرة للنظام السيسي من سمعة التعذيب والقمع. ووصفوا المحللين في الدنمارك بالنص بأن السيسي دكتاتور عدواني قمعي ومتهم من المنظمات الحقوقية في العالم بالقمع والتعذيب في السجون المصرية لكل من ينتقد النظام بتاعه أو ينتقده هو شخصيا. العناوين لما راح أوسلو كتبت العناوين الصحف النرويجية بالنص: الرئيس السيسي لا يعلن عن شيء ولا يجيب على أسئلة الصحفيين، والمظاهرات ضد وجوده كانت في كل شوارع أوسلو. طبعا إنه ما يردش على الصحفيين، على أسئلة الصحفيين، دي عيبة كبيرة طبعا. هنا في أوروبا مفيش حاجة زي كده. المراسل الدنماركي سان بندكسون بيقول إن هناك في مصر إذا لم تكن مع سياسة السيسي، سواء كنت صحفي أو فنان أو شاب أو طالب، فإن مصيرك السجن لو انتقدت. صحيفة الإكسترا بلادا كتبت بالنص: الدكتاتور في حفلة مع الملك، ضيف الدنمارك الطيب دموي للغاية، رفيق لطيف وحشي، إنه رئيس ساخر معروف بقسوته، وهو الذي تفرش له الدنمارك السجادة الحمراء. عبد الفتاح السيسي يمسك مصر بقبضة من حديد وبيزج بمنتقديه في سجون مظلمة ويعذبون بسبب التعبير عن آرائهم.
كتبت كمان الصحف إن الزيارة الرسمية اللي بيقوم بها السيسي، الزيارة المثيرة للجدل، تعتبر ذات أهمية كبيرة لمصالح الدنماركية، لكن برجماتية الحكومة واستعدادها للتعاون بيدفع عدد من الخبراء الدنماركيين والعالميين إلى التساؤل: أين المثالية؟ هكذا كتبت معظم عناوين الصحف أثناء الزيارة. بيقول المحللون لا شك أنه تم توقيع عدد كبير من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والدنمارك، وطبعا ده شيء كويس للجانبين وواجب وطني، ولكن بالطبع ستكون الفائدة الكبرى أو الأكبر لصالح من يملك الأموال اللي هتستثمر ومن يملك المعرفة، وده طبعا النتيجة هتبقى الميزان التجاري سيظل مختل. طبعا الإعلام المصري تجاهل كل الانتقادات دي وكالعادة، وكالعادة كتب بس اللي هي المخابرات والنظام عاوز يوصله للشعب للأسف. المعارضة المصرية في الخارج وفي الداخل طالبت الدنمارك رسميا الاعتذار بسبب دعمها للدكتاتور المصري السيسي، وبسبب منحه وسام الدولة، لأنه بتقول إن هي جعلت منه بطل هيشجعه على المزيد من التعذيب وقمع سجناء الرأي في مصر. والمعارضة أصدرت التماس بيتيشن بالنسبة لهذا الموضوع يعني. في النهاية نقدر نقول إنه الدكتاتورية انتصرت مقابل المصالح الخاصة على حساب المبادئ الديمقراطية. مرة كمان بيعلو نباح براكش بينما يتقاعس المجتمع العالمي. عندما هرب بشار الأسد إلى موسكو بعد أن دمر سوريا ونهب أموال شعبها، بعدها صفق المجتمع العالمي للإرهاب، لأن الإرهاب استطاع تحرير سوريا من الدكتاتور الأسد. فأصبح إرهابي الأمس رؤساء وأبطال بيستقبلهم الرؤساء في كل مكان، وأصبحوا وزراء وبيتقلدوا المناصب في سوريا الجديدة. للأسف يمكن الشعب السوري يضطر يختار ما بين الرمضاء والنار، إلا أن في النهاية برضو الإرهاب انتصر. ومرة أخرى يتقاعس المجتمع العالمي عندما أغفل عن إدانة إرهاب إسرائيل وعن مأساة ما يحدث وحدث في الضفة الغربية وغزة، وده أدى إلى إعلاء شأن الإرهاب عند حماس وعند المنظمات المقاومة، مقاومة الاحتلال. فأباحت لهم وادت لهم ضوء أخضر يعني إن هم كمان يستخدموا الإرهاب، فترد حماس على الإرهاب بالإرهاب، فتخطف رهائن إسرائيليين وبتقاضيهم بسجناء فلسطينيين، وترد إسرائيل بمزيد من الإرهاب ومزيد من قتل عشرات الآلاف وبتدمير غزة بالكامل. النتيجة إن حماس قدرت تفرض هدنة واسترجعت آلاف السجناء، وعملت هدنة بينها وبين إسرائيل عشان يصبح الإرهاب هو أفضل وسائل لمقاومة الاحتلال. للأسف انتصر الإرهاب وأصبح اختطاف رهائن وقتلها والمساومة عليها معترف به دوليا. تقاعس جديد يدين المجتمع العالمي المرة دي هو التقاعس عن بلطجة ترامب رئيس أقوى وأغنى دولة في العالم، وتشجيعه لليمين المتطرف في أوروبا وفي أمريكا، وتحريضه لعامة الشعب على التخريب وتبنيه مبدأ الابتزاز في الحصول على ما يريد. وحتى لما كان عاوز يطبق السلام، عاوز يفرضه بقوة تهديد السلاح والتهديد الاقتصادي.
والأول مرة في مراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء تنصيب الرئيس رونالد ريغان، باستثناء هو تكون المراسم دينية، وكانت مستفزة إلى حد كبير، وكأنها بتدعو ولأول مرة من منبر نظام ديمقراطي أو نصف ديمقراطي في أمريكا بتدعو صراحة لتشجيع إقحام الدين في السياسة. مؤخرا هدد ترامب ان هو امريكا تخرج من حلف الناتو، وديا يعني هتكلم عليها في بعدين، ان هو يمكن لرب ضارة نافعة. ترامب بمجيئه أسس لقواعد عالمية جديدة ودعوة للعودة للوراء، بتؤكد أهمية تطبيق النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي، لأنه هو يعتبر النظام الرئاسي فشل بعودة ترامب. طبعا لا يزال الأمل أن ينتبه لسماع نباح براكش في الوقت المناسب، النباح اللي بيفضح تقاعس وتغازل وإخفاق المجتمع العالمي. هنا ربما تأتي أهمية إعادة النظر في الحملة المثيرة للجدل اللي أنا قمت بيها من حوالي سنتين. الحملة كانت بتدعو بعد دراسة متواضعة يعني خروج أمريكا من حلف الناتو ودعوة روسيا بدلا له، على أساس أن روسيا هي جزء من أوروبا، وطبعا بشرط أن يتغير النظام السلطوي الدكتاتوري في روسيا وتتحول إلى نظام ديمقراطي. طبعا ده يبقى شرط، هتاخد وقت أكيد يعني. في الوقت ده أنا عرضت الفكرة على عدد من الوزراء والسفراء الأوروبيين في مقابلاتي معهم في السنتين اللي فات، وطبعا الغريب جدا هي قوبلت باستنكار ورفض شديدان عن المتوقع يعني. ده وقتها، ولكن أعتقد دلوقتي المسائل هتتغير يعني، لأن اتضحت دلوقتي نوايا أمريكا أن هي ممكن تتخلى عن أوروبا وتخرج من الناتو. الفكرة أصبحت تستحق قراءة عملية من جديد لتنفيذها. فمن ناحية أن روسيا وهي أوروبية تستحق بكل قوتها وثقلها الثقافي والتاريخي المعروف، وموقعها اللي هو امتداد جغرافي لأوروبا، بتستحق أن تتحول إلى نظام ديمقراطي وإلى تنضم إلى دولة، إلى أوروبا اللي هي جزء منها، وتتخلص من دكتاتورها بوتين اللي هو على يعني موجود لأكثر من 19 سنة. وده ممكن تبقى أسوة بالتجربة الناجحة في أوروبا الشرقية، إن هي تبقى عضو بدل عضو في الناتو وفي أوروبا بدل أمريكا. كمان الميزة اللي ممكن تحصل لأوروبا، ودي أوروبا لازم تفكر في الموضوع ده بجدية فعلا، إن هي هتتحول إلى قوة عظمى لما تنضم لها روسيا بعد ما تتحول طبعا إلى دولة ديمقراطية. هتبقى كتلة مهمة جدا وقوة عظمى كبيرة، هتعمل ميزتها إن هي هتعمل توازن عالمي بين القوى العظمى المختلفة حاليا زي أمريكا والصين، وغالبا هتعمل توازن سلمي، لأن أوروبا مختلفة عن القوى العظمى الثانية.
آه، ومن هنا طبعا على المجتمع العالمي نرجو أن هو يناشد الشعب الروسي أن ينتفض ضد دكتاتوره بوتين، وينضم إلى أوروبا وإلى حلف الناتو بعد خروج أمريكا ولو تدريجيا من الحلف. ربما يكون هو ده الحل والأمل لتجنب العالم حرب عالمية ثالثة. أنا حاطط رابط تحت الفيديو عن حملة خروج أمريكا من الناتو، وفي نهاية المقابلة دي أنا بشكركم للمتابعة، وإلى لقاء جديد.